السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا، ألا وهي أدوية علاج السكر الموجودة في الصيدلية، وإيه هي أهم العائلات الدوائية المستخدمة لعلاج السكر. ولو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. قبل ما نبدأ لازم تعرف الأول إيه هو مرض السكر. مرض السكر ده بيحصل لما الجسم مش بيكون قادر على إدخال الجلوكوز جوه الخلايا عشان تستخدم في الطاقة، وده بدوره بيؤدي إلى تراكم السكر أو الجلوكوز في الدم. ولما الجسم بيحصل فيه كده بيؤدي إلى حدوث بعض الأضرار للأعضاء زي القلب والعين والأعصاب والكلى. ولازم تعرف برضو إن مريض السكر عندي منه كذا نوع، أولهم تايب 1 دايابيتس، والنوع ده بيكون اوتو اميون ديسيز، وده معناه إن جسمك بيحارب نفسه. وطبعا في النوع ده بيكون الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين اللي بتكون موجودة في البنكرياس متدمرة ومش سليمة خالص، وده في الغالب بيحصل للأطفال أكتر حاجة، أو بيحصل قبل سن ال30. في النوع ده بيعالج بحقن الأنسولين بس. تاني نوع معانا وهو التايب 2 دايابيتس، وفي النوع ده بيكون الجسم بتاع المريض غير قادر على تصنيع أنسولين كفاية، أو إن خلايا الجسم مش بتستجيب طبيعيا للأنسولين، وده يعتبر النوع الأكثر شيوعا وبيحصل للناس الكبيرة أكتر، يعني اللي فوق 30 سنة. وفي الحالة دي علاجه بيكون بأدوية السكر الأقراص، وفي بعض الحالات ممكن توصل للعلاج بالأنسولين. تالت نوع معانا وهو الجستيشنال دايابيتس، والنوع ده من مرض السكر بيحصل للستات الحوامل في فترة الحمل، ومع الولادة بيبتدي الأنسولين يرجع لوضعه الطبيعي، وفي بعض الحالات ممكن الستات دي بعد الولادة يحصل لهم تايب 2 دايابيتس. طبعا العلاج في الحالة دي بيكون أنسولين بس. آخر نوع معانا وهو البري دايابيتس، وده الشخص بيكون عنده مستوى السكر عالي لكن مش أقدر أشخصه على إنه مريض سكر من تايب 2، والعلاج في الحالة دي بيكون بتنظيم الأكل وممارسة الرياضة. خلينا بقى نبتدي نتكلم عن أهم عائلات الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى السكر. أول عيلة معانا وهي عيلة السلفونيليوريا، والعيلة دي من أدوية السكر بتزود من إفراز الأنسولين من البيتا سيلز اللي بتكون موجودة في البنكرياس. والعيلة دي من قوتها في خفض نسبة السكر ممكن تعمل هايبوجلايسيميا، وخصوصا الجليمي برايد. عشان كده بننصح المريض إنه ياخدها وياكل على طول. وطبعا بنستخدم الأدوية دي لمريض التايب 2 دايابيتس، وجرعاتهم بتكون قرص يوميا، والطبيب المتخصص هو اللي بيحدد التركيز المناسب. أول مادة فعالة معانا وهي الجليمي برايت، ودي بينزل منها 1 مللي جرام و2 مللي جرام و3 مللي جرام و4 مللي جرام و6 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة تبع المادة دي هي الأماريل، الكونيدا، الدايبينور، الدايابيتو، الدايبرايد، الدولسل، الجيديماديل، الجلاريل، الجليماكس، الجليماديل، الجليماريل، الجليميتويد، الجلوكوليس، والجلوكوريل، والرجلي دب. تاني مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي مادة الجليبنكلاميد، وبرضه بنسميها الجليبورايد، ودي أهم التركيزات اللي فيها بتكون 2.5 مللي جرام و5 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها الدوانيل، الديابين، اليوجلومايد، الجليبينيز، والجليبنكلاميد. تالت مادة فعالة في العيلة دي وهي الجليبيزايد، ودي بينزل منها تركيز واحد بس وهو 5 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منه هي الجلوبيزايد والمينيديب. رابع مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي الجليكلازايد، والمادة دي ليها 4 تركيزات: 30 مللي جرام و40 مللي جرام و80 مللي جرام و60 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي الدايابيترون، الدايابيل، الدايميديزين، والدايمايكرون، والدايانورمال، والجلي اس ار، والجليكلا، والجليكلازايد، والجليبيكرون، والاونوكرون. اخر ماده فعاله معانا بقى في العيله دي ويعتبر ما عادتش بتستخدم قوي وهي الكلور بروبامايد، ودي بتنزل بتركيز واحد بس وهو ال 250 مللي جرام. واهم الادويه اللي فيها هي الباميدين. ننتقل بقى للعيله التانيه وهي عيله
ثيازوليدينيدون، وليها اسم تاني وهي الجليتازون. والعيلة دي من أدوية السكر بتشتغل على الريسبتور اللي اسمه BPAR جاما، وبتعمل ستيميوليشن للجلوكوز ترانسبورتر رقم 4، وبالتالي ده هيعمل على تسهيل دخول الجلوكوز للعضلات والخلايا الدهنية، وبالتالي هتقلل نسبة الجلوكوز الموجودة في الدم. كمان العيلة دي بتمنع عملية الجلوكونيوجينيسيس اللي بتتم في الكبد، وبالتالي هيساعد برضه في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم. العيلة دي بقى بتستخدم لمريض التايب 2 دايابيتس، وبتستخدم في الغالب مرة واحدة يوميا، وطبعا الدكتور المعالج هو اللي بيحدد التركيز والجرعة. المادة الوحيدة الموجودة في مصر من العيلة دي هي مادة البايوجليتازون، ودي بتنزل بثلاث تركيزات: 15 مللي جرام، 30 مللي جرام، و45 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منها في السوق هي الأكتوس، الأكتوزون، الدايابيتين، الدايابيتونورم، الإنسولين، والجلوستازون، والجلوستين، والهاي جليتازون، والبايو جيت. ننتقل بقى للعيلة التالتة وهي عيلة الميجليتينايدز، وليها اسم تاني وهي الجلينايدز. والعيلة دي من أدوية السكر بتعمل على زيادة إفراز الأنسولين عن طريق إنها بتقفل البوتاسيوم تشانلز اللي بتكون موجودة في البنكرياس، وبالتالي ده هيعمل حالة الديبولاريزيشن، وهيسبب فتح الكالسيوم تشانلز، وهيدخل كالسيوم جوه الخلية، وده بدوره هيؤدي إلى زيادة نسبة الأنسولين اللي أيونات الكالسيوم بتخرجها من الجرانيولز بتاعتها. وطبعا الأدوية دي بتستخدم لمريض التايب 2 دايابيتس بس، وجرعاتها بتكون على حسب وصف الطبيب المتخصص. وأهم المواد الفعالة الموجودة في العيلة دي هي أول حاجة الناتيجلينايد، لكن الأدوية اللي تبع المادة دي ما عادتش بتستخدم قوي لعلاج السكر. تاني مادة معانا وهي الميتيجلينايد، ودي بتنزل بتركيزين هما 5 مللي جرام و10 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة فيها هي الجلوفاست والميجي 1. تالت مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي مادة الريباجلينايد، ودي بتنزل بثلاث تركيزات هما نص مللي جرام، 1 مللي جرام، و2 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الدايرول، جلوكونورم، المورجابيلون، النوفونورم، الريباجلايد، الريباجلينايد، والريباندين. ننتقل بقى لرابع عيلة معانا وهي عيلة البايجونايدز، والعيلة دي بتعمل على منع تصنيع الجلوكوز في الكبد، وكمان بتحسن من البادي سنسيتيفيتي للأنسولين، وكمان برضو بتقلل من الشوجر ابزوربشن. وطبعا العيلة دي بتستخدم لمريض التايب 2 دايابيتس، وبتكون تحت إشراف الطبيب المتخصص. العيلة دي في مصر مفيش منها غير دواء واحد بس، وافتكر إن أغلبكم أو كلكم عارفينه، وهي مادة الميتفورمين، وده بينزل بثلاث تركيزات هما 500 مللي جرام، و850 مللي جرام، و1000 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منه هي الأموفاج، الأليكسودياب، والأندوجلايسيميك إكس آر، والسيدوفاج، والدايافاج، والدايكويت، والجلوكولايت إكس آر، والجلوكوفاج العادي، والجلوكوفاج الإكس آر، والجازبرومين، والماكسوفاج إكس آر، والميجلوكون، والميبا فاج. ودي طبعا أقل جرعة من الميتفورمين هي 500 مللي جرام يوميا، وأقصى جرعة منها بتكون 2550 مللي جرام يوميا، وطبعا بيكون تحت الإشراف الطبي. في عيلة برضو عايزك تعرفها بس لمجرد العلم بالشيء مش أكتر، وهي عيلة الألفا جلوكوزايديز انهبيتورز. والعيلة دي بتعمل على منع تحويل النشا أو الستارش للمواد السكرية الأولية، وبالتالي ده هيقلل من امتصاص الجلوكوز، وبالتالي هتقلل نسبة السكر في الدم. والعيلة دي عندي منها مادتين هما الأكربوز، وده ممكن تلاقيه في دواء زي الجلوكوباي، أو الميجليتيرول، ودي هتلاقيها في دواء زي الليتومين. لكن الأدوية دي عموما ما عادتش بتستخدم قوي لأنها بتعمل مشاكل كتيرة في الجهاز الهضمي. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من أدوية السكر، وإن شاء الله أول ما نعمل الجزء التاني هننزله على طول. وأتمنى بجد لو استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لكل زمايلك عشان يقدروا يستفادوا منها، لأنها مهمة جدا وهتسهل عليهم كتير في تدريبهم الصيدلي. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.